سألت نفسك في يوم ليه أول حب مش بيتنسي؟ ليه بعد سنين لسه بتتجنب أماكن أغاني وناس بس لأنهم بيفكروك بيه؟ ده مش بس كسر قلبك، يمكن غير فيك حاجة للأبد. أول حب ممكن ما يكونش هو أول فرحة، أحيانا بيكون أول أكبر أهم درس للمشاعر البكر. بس السؤال الحقيقي هو مش ليه الحب ده انتهى، السؤال ازاي طلعت منه؟ هل فعلا تجاوزت الحب ده؟ هل طلعت منه؟ كم شخص مننا بقى قاسي شكاك قارد بسبب حب اول معرفش يخف منه؟ كم شخص ممكن يكون انت صدمته؟ صدمة الحب الاول دي بتاعت المشاعر الخام البريئة دي بتخليك مش قادر تستوعب وان اللي حصل اكبر من حجم استيعابك. الصدمة هنا مش مجرد زعل أو حزن، لكن بتحس إنك مش قادر تفهم اللي حصل. إزاي انتهى؟ ليه انتهى أساسا؟ بتحس إنك فقدت جزء من نفسك أو فقدت أمانك. ممكن تلاقي نفسك في حالة انكسار أو مش عارف، مش قادر تبكي، مش قادر تتحرك. الدماغ مش قادرة تتقبل اللي حصل، وكل وأي محاولة للفهم بتكون من غير فايدة. مفيش جواب مقنع، لأنك لأول مرة بتتعرض فيها لمشاعر إنك تفقد حاجة أو إن في حاجة تخذلك، وده بيأثر على العلاقات اللي بعد كده بشكل كبير جدا. بتخاف تتعلق بحد من جديد ومش قادر تثق بسهولة، وبتحط حواجز عشان ما تتأذيش تاني. أنا عذرك. بيبقى ليك ردود فعل مش مناسبة تماما، بتلاقي نفسك بتتعصب أو بتنسحب بسبب تصرف بسيط، ده بس لأنه لمس جرح قديم. هنا بيجي سؤال: ليه كل ما حد يبعد شوية قلبي يقفل كده؟ في ناس من غير وعي بتكرر نفس نوع العلاقة اللي سببت لهم الصدمة، كأنه بيحاول يصحح الماضي أو يعيد السيناريو بس بنهاية مختلفة. وبيجي في باله سؤال: أنا ليه دايما بختار الناس الغلط؟ الحب نعمة، ومش ذنبه إن إحنا فاهمينه غلط أو استغليناه غلط. لولا الحب ما كانتش دنيتنا قامت. الناس اللي بيكرروا نفس نوع العلاقة من غير وعي دول بيوصلوا لمرحلة إنهم يشكوا في الحب تماما. الناس دي بيبنوا شخصية باردة أو شخصية بتسخر من الرومانسية أو العواطف، وبيقول الجملة اللي أخدت أنا تمارين كتير على الصبر علشان أسمعها، وهي: الحب كدبة حلوة بس مش ليا. صدمة الحب الأول بتمر بكذا مرحلة، أولهم الإنكار. الشخص اللي حصل له صدمة الحب الأول ده بتلاقي عنده العقل رافض يصدق اللي حصل، وبيكون زي اللي بيكلم نفسه كده ويقعد يقول هو أكيد زعلان بس هيرجع. بيبقى فيه تعلق زائف بالأمل، وهنا بيبتدي يفسر كل حاجة على إنها علامة. هو شاف الستوري ولا لأ؟ أكيد حد من أصحابه هتلاقيه بيكلمه علشان نرجع، أكيد لسه بيفكر إزاي هنرجع. بيحصل له إنكار داخلي للي حصل، مش مصدق اللي حصل. يعني رغم إن كل حاجة واضحة بس جواه صوت بيشد في شعره كده وبيصرخ وبيقول: أيوة إحنا كنا على خلاف، بس مش معقول كل حاجة تضيع كده. ممكن تحصل له حالة حزن كبير أو انهيار، بيتحول ده لنوم كتير أو مفيش نوم من الأساس، أكل زيادة أو إنه يفقد شهيته للأكل تماما، بينسحب من التعامل من الناس، ملوش نفس يعمل أي حاجة. كأنك فقدت مش شخص بس، لأ، أنت كأنك فقدت حلم أو فكرة أو جزء من نفسك، اللي هي فكرة أنا وثقت وانكسرت. هنا بيحصل بينه وبين نفسه لوم شديد جدا، أو زي ما بنقول اليومين دول جلد الذات، وكأن ذنب عليه إنه حب. وكل اللي حصل بيمر قدامه كأنه شريط سينما، ويحاسب نفسه جامد كأنه أجرم إنه حب. تلاقيه بيقول لنفسه: أنا لو ما كنتش قلت الكلمة دي
أو عملت الفعل ده يمكن كنا لسه مع بعض، أنا السبب، ودايما بزعل اللي بحبه. طيب لو رجع دلوقتي وكلمك، هتتغير ومش هتغلط تاني؟ بيحاول يقنع نفسه إنه يقدر يصلح الماضي، كأنه في محكمة وبيدافع عن فرصة ضايعة، ويلوم نفسه بدل ما يقبل النهاية ويقول العلاقة خلصت. وعلى فكرة، الكلمة دي صعب جدا إن الواحد ينطقها أو إنها تتحس، بس ده اللي لازم يحصل عشان تبدأ تتعافى. فتلاقيه بيقول لنفسه برضه أكيد فيا حاجة مش كفاية، لو كنت أحسن ما كانش مشي. وبينسى إن العلاقة بين اتنين، وبيصدق إن كل التقصير كان منه هو بس. المساومة هي مجرد محاولة نفسية للهروب من إنك تقبل الواقع، لأن القبول مؤلم ونهائي، وكأنك بتحاول تفاوض القدر: أنا آسف إني حبيت، بس رجع لي اللي راح وهكون أحسن. نبتدي بقى ندخل في مرحلة هادية شوية، وهي التقبل. وده مش معناه إنك نسيت أو ما عدتش بتتأثر، لكن إنك تسكت الحرب اللي جواك. دي بداية حالة الهدوء بعد كل العواصف النفسية اللي مريت بيها، من إنكار لانكسار لمقاومة لاكتئاب. قبولك للي حصل ده هو لما تبطل تحاول تفهم ليه ده حصل، أو نرجع لبعض إزاي، وتبدأ تفوق وتسأل نفسك: أنا اتعلمت إيه بعد كل اللي حصل ده؟ طريقة تفكيرك بتختلف، وتلاقي نفسك بتتعامل على أساس إن اللي حصل ما بقاش سكينة بتجرحك كل شوية، والأغنية اللي كنت بتقفلها ممكن تسمعها وتبتسم بحنين من غير ألم. ما بقتش تدور على أسباب النهاية، لأنك أدركت إن الإجابة وإنك تخف من اللي أنت فيه ده جواك، مش عنده هو. بدأت تبني حياة جديدة مش من باب الهروب، لكن من باب النمو والنضج. بقيت قادر تحب تاني من غير ما تقارن اللي معاك باللي فات، أو تهاجم أو تحمي نفسك بشكل مبالغ فيه. التقبل هو إنك تلم كسر قلبك وتحوله لعلامة نضج مش ضعف، وده بيكون دليل إنك حاولت واتغيرت للأحسن. أعراض الصدمة العاطفية بتختلف في شدتها بين الراجل والست. الرجالة والستات بيتوجعوا بطريقتين ممكن ما يكونوش شبه بعض. الوجع شكله بيختلف بس طعمه واحد، لأن البنت بطبيعتها الاجتماعية والطريقة اللي اتربت بيها بتكون دايرة حوالين المشاعر. بتتعلم من وهي صغيرة إن الحب، الاهتمام، العلاقات جزء كبير من قيمتها وسعادتها. فبالتالي لما تفقد الحب الأول، شكوتها الأساسية بتبقى فقدان الاهتمام. بتحس إنها مش مرغوبة، مش شايفة التقدير اللي كانت بتحسه. الألم عندها بيتحول لحاجة شبه أنا مش كفاية، أنا مش محبوبة زي زمان. أما الراجل بيتربى غالبا على فكرة إنه لازم يكون قوي، ما يعيطش، يشتغل ويبني. العاطفة مش جزء أساسي في تكوين صورته الاجتماعية. فلما الراجل يتعرض لصدمة فقدان الحب الأول، ممكن يحس بكسر فظيع جواه، بس مش بيعبر عنه زي البنت. بيحوله لسكوت، شغل زيادة، علاقات سطحية عشان يهرب. ألمه مرتبط أكتر بجرح كرامته. بمعنى أوضح، البنت بتتوجع علشان مفيش حد مهتم بيها زي الأول. الولد بيتوجع علشان أنا خسرت كل حاجة كنت شايفها جزء مني، ومش قادر أحكي ولا أعبر عن ده. الخبرة في العلاقات بتفرق في تقبل الصدمة. لما الإنسان يتعرض لصدمة عاطفية زي فقدان الحب الأول أو نهاية علاقة قوية، الخبرة أو إنه عدى بتجارب قبل كده دي بتلعب دور مهم جدا في طريقة تعامله مع الصدمة. الشخص اللي عنده خبرة قبل كده بيبقى عنده فكرة إن العلاقات مش دايما بتنجح، وإن الفقدان جزء طبيعي من الحياة. فبيبقى عقله مهيأ أكتر إنه يفهم إيه اللي حصل ويتعامل معاه بعقل أسرع، حتى لو وجعه قوي. أما الشخص اللي دي أول تجربة حقيقية ليه، بيبقى جواه عالم جديد جدا، ولما بيفقده بتحصل له هزة، كأن الدنيا كلها وقعت، لأن ما عندوش خبرة قبل كده تخفف الألم. أهم حاجة للشخص عشان يتجاوز الصدمة دي هي شبكة الدعم، يعني الناس اللي حواليك،
لو الشخص حواليه دعم نفسي حقيقي زي أهل، أصحاب، ناس بتحبه وبتفهمه، بيلاقي حد يسمعه يشجعه يحتويه، ده بيخفف حدة الصدمة وبيساعده يعديها أسرع. لكن لو الشخص وحيد أو حواليه ناس بتقلل من وجعه أو مش فاهمين هو بيمر بإيه، الصدمة بتطول وممكن تتحول بسهولة لاكتئاب شديد أو مشاكل نفسية أكبر. خليك عارف، كل سقوط بيحضر لبداية أقوى. مش بالضرورة الصدمة تيجي في العلاقة الأولى، ساعات أول علاقة أو أول تجربة عاطفية بتبقى مجرد إعجاب شديد أو انبهار، مشاعر جديدة خالص، فبتحس إنها حاجة كبيرة ضخمة، لكن مش بالضرورة تكون حب كبير. لما الراجل بيجرب الحب الحقيقي لأول مرة حتى لو مش في أول علاقة وبيخسر الحب ده، هنا بتحصل الصدمة الحقيقية، لأنه لأول مرة بيحس إنه كان مرتبط عاطفيا وبكيانه كله بدرجة كبيرة جدا بالإنسانة دي. فلما يحصل الفراق الألم بيبقى أكبر من الإعجاب أو التعلق السطحي. البنات ألطف الكائنات. البنت بطبيعتها العاطفية وبطريقة تربيتها بتتعامل مع أول علاقة بشكل مختلف تماما عن الولد. العلاقة الأولى عند البنت غالبا بتكون مرتبطة بمشاعر قوية جدا، مش بس إعجاب، لأنها لأول مرة بتحس بالاهتمام، الاحتواء، الحب، فبيحصل تعلق عاطفي كبير جدا، وده بيخلي العلاقة الأولى في حياتها أثره جواها كبير، سواء العلاقة كملت أو انتهت. عشان كده خلي في حذر، ما تدخليش علاقة وانت مش جاهزة أو مع شخص مش بيقدرك، لأن وجع العلاقة الأولى مش سهل وبيسيب جرح طويل في القلب والنفسية، ممكن يفضل مأثر على اختياراتك وثقتك بنفسك بعد كده لفترة طويلة جدا. البنت لما بتحب الأول مرة بتبقى ماشية توزع حب كده على الناس، بتبقى الدنيا بتضحك، بتحب بكل كيانها. عشان كده لازم تكوني واعية جدا قبل ما تدخلي حد قلبك. دلوقتي أنا عايزة أتخلص من تأثير الصدمة العاطفية الأولى. لما بتحصل الصدمة العاطفية، أهم خطوة عشان تتعافى فعلا إنك تبدأ تعرف مين أنت، تعرف نفسك بجد، إيه احتياجاتك الحقيقية، إيه اللي يناسبك في العلاقة وإيه اللي لأ. كمان تكون واعي الحقيقة مهمة جدا، مفيش حد تفصيل مخصوص عشان يناسب كل اللي انت عايزه أو بتتخيله. الإنسان اللي هتحبه مش هيكون كامل، لازم تتقبل إن كل علاقة فيها اختلافات ونواقص، وإن جزء من النضج العاطفي إنك تعرف أنت مستعد تقبل إيه وما ينفعش تقبل إيه. بمعنى أوضح، عشان تتخلص من تأثير الصدمة لازم تحب نفسك الأول، لازم تبقى فاهم أنت عايز إيه فعلا، وتفهم إن مفيش علاقة مثالية، مفيش شخص جاي مخصوص علشان يسد كل نقص عندك، مش كل حد هيجي على مقاس قلبك، ومش كل علاقة معمولة علشان تكتمل، بس كل تجربة بتعرفك وبتعلمك مين أنت وبتقربك أكتر للي يستهلك بجد. ابعد عن سقف التوقعات العالية. كتير مننا اتربى على صورة مبالغ فيها عن الحب من خلال الأفلام، الروايات والأغاني. اتزرع جوانا إن الحب لازم يكون مثالي، ما فيهوش مشاكل، كله اهتمام من غير طلب، وكل لحظة فيه بيكون فيها رومانسية وكلام كبير وعهود أبدية. ليه ده بيحصل؟ لأننا كبشر بنخاف من العلاقات لما نحس إننا مش فاهمين اللي قدامنا، أو اللي قدامنا مش فاهمنا، أو مطلوب مننا نكون نسخة مثالية. لكن أول لما تقابل حد شبهك بيطمنك إنك مش لوحدك، بيخليك تحس إن ضعفك مش حاجة لازم تخبيها، وبيفهمك من غير شرح. ومع القبول ده بتحصل حاجة مهمة قوي، الخوف اللي عندك وجواك بيهدى، لأنك مش شايف العلاقة كتهديد، لكن كمساحة أمان مشتركة. اللي بيخوفك من الارتباط هو الإحساس إنك هتكون لوحدك جوه العلاقة، لكن لما تلاقي حد شبهك ومتقبلك بتحس إنك أخيرا مش محتاج تحارب علشان تتفهم. عشان تتعافى من الصدمة العاطفية وتتعلم تدخل علاقات صحية بعد كده، لازم تتعلم مهارة مهمة جدا،
إمتى تستخدم قلبك وإمتى تستخدم عقلك. مش كل مشاعر انجذاب أو إعجاب لازم تندفع وراها بقلبك، بس أنت هتندفع لأن دي حاجة بتفرح وبتخليك ماشي كده توزع قلوب وفرحة على الناس، وخاصة الستات. لازم تعرف الشخص اللي قدامك مناسب ليك ولا لأ، يستحق مشاعرك ولا لأ. فكر بهدوء قبل ما تتعلق، احكم عليه من تصرفاته الحقيقية مش من كلامه الحلو أو الخيال اللي جواك، عشان ما تغرقش في مشاعر ملهاش أرض صلبة. احنا ممكن نعلم أولادنا من وهم صغيرين إزاي يتعاملوا مع الطرف التاني. التعامل مع الجنس الآخر مش مبني بس على العاطفة والانجذاب، لازم يتعلموا إزاي يحترموا نفسهم ويحترموا الطرف التاني ويحترموا مشاعره، إزاي يفهموا مشاعرهم من بدري بدل ما يجروا وراها، إزاي يقيموا الناس بالعقل بالاحترام بالالتزام والأخلاق مش بس بالإحساس، إزاي يعرفوا إن العلاقات مش وسيلة عشان أملى فراغ عاطفي وخلاص. دي مسؤولية كبيرة. بعد صدمة أول حب، أنت بقيت مين بعد الوجع ده؟ هل فعلا اتعافيت؟ ولا اتشكلت من جديد بشكل مش شبهك؟ هو الحب الأول كسرك ولا خلاك من وقتها مش بتدي قلبك كامل لحد النهاردة؟ اكتب لنا في الكومنتات أنا اتغيرت بعد أول حب لو لسه بتدفع ثمن التجربة. قصتك ممكن تكون صوت لحد لسه ساكت. شكرا جزيلا لكل اللي وصل معنا لآخر الحلقة. ما تنساش الكومنت الجميل، اللايك، الشير، وقول لنا رأيك، لأن رأيك هو اللي بيكمل الصورة. وطابت أوقاتكم.